ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب ما انت هتشوفوا الفيديو في اي ميعاد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل روتين. طبعا الفيديو ده انا مصوراه قبل العيد. هنزله لكم النهارده، يعني احنا بعد العيد اكيد اهو. فهصور لكم الفيديو زي ما انتم شايفين، هنزل لكم الروتين النهارده. آه وكمان هنعمل الفطار لان احنا في العشرة الاوائل من ذي الحجة، فاكيد كلكم صايمين. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. طبعا اول حاجة انا شلت القياس او المفرش اللي بيكون في الارضية اللي هو في اوضة الضيوف زي ما انتم شايفين. طبعا هو جديد مش مستهلك، يعني احنا لسه يدوب فرشينه قريب، بس دخلت عيد وكده فلازم ايه نعمل الروتين. فجبنا القياس وحطيناه وحطينا عليه المسحوق زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي هيقول لي الكيس الاسمر ده لازمته ايه في الموضوع، هقول لكم ان الكيس الاسمر ده وانا بحط المسحوق على القياس فهو وقع والمسحوق كله جه عليه، فقلت له يلا تعالى بقى ايه اما ناخدك شطفة كده مع القياس يعني. فهنغسله كويس جدا زي ما انتم شايفين. التراب ده نازل منه، يعني ايه احنا دايما بنكنس بنشتاله وبنسيق تحته، بس ايه ما غسلتوش. انا منجده قريب ومغيره الفرش والقياس وكل حاجه زي ما انتم عارفين، اللي متابعيني عارفين كده كويس يعني. فطبعا انا دلوقتي هشد المية اللي على الارض دي وارجع احطه تاني وايه وهنشطفه شطفة على السريع، وبعدين نلمه. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل قدامكم ايه. انا احمد، لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير الفيديو ده، فضلا وليس امرا منكم تنزلوا تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. اعملوا مشاركة للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا انا مش بعلم حد، بس انا بشارككم فيديوهاتي، بشارككم اليوم بتاعي، الروتين اللي انا بعمله قبل العيد. طبعا الروتينات دي كلنا بنعملها. طبعا انا بخلص وبنجيب السلالم بقى بتاعة البيت بنسيقها كلها. كل حاجة بقى انت عاوزاها بتجيب البيت كنس كنس كده على السريع. مش على السريع يعني بنقلبه، يعني لا على السريع يعني بنشاط بحيوية زي ما كلنا متفاهمين. تنظيف قبل العيد، يعني روتين قبل العيد. زي ما انتم شايفين بينزل من القياس التراب زي ما انتم شايفين كده. فطبعا النظافة من الإيمان يعني يا جماعة. وهنا المنظرة زي ما انتم شايفين كده، انا اشتلت الفرش خلاص هغسله. طبعا ما صورتلكوش وانا بشتغله عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو اكتر من كده. هنشتغله ونغسله ونغير الملاية ونغير كل حاجة. هشتغل الملاية دي كمان هغسلها، كل ده هيكون في الفيديو معاكم ان شاء الله. بس يعني ايه بحاول على قد ما اقدر ان انا اختصر لكم ايه وقت الفيديو. زي ما انتم شايفين انا هنا كمان كنت اشتغلت الملاية. ده بقى تاني يوم اصلا، يعني بعد ايه لما غسلت الفرش وجبته وكل حاجة بقت ايه تمام يعني. فاحنا دلوقتي بقى هنفرش واحدة واحدة معاكم وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين هنا انا خلاص فرشت الملاية وحطيتها على السرير والدنيا بقت تمام. هنا بقى هنفرش الارضية وهنفرش كمان الكنب بتاعنا واحدة بواحدة كده. وزي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة. طبعا كل حاجة أذواق، تفرشي بالطريقة اللي تعجبك وكمان برضو تنضفي بالطريقة اللي تعجبك. أنا يا دوب بشارك كل يوم بتاعي، وبتمنى ان فيديوهات تعجبكم وان انا اكون دايما عند حسن ظنكم يا رب دايما. طبعا ده تاني يوم احنا فرشنا فرش زي ما انتم شايفين القياس بيبرق ازاي، بربرق يا جماعة والله. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو ده. مش بطلب منكم غير الدعم والتقدير ليوميتنا له. طبعا زي ما انتم شايفين ده الطبيعي، يعني ريان ده الطبيعي جدا يعني. تعالوا بينا بقى ايه على الفطار ونشوف هنعمل ايه، لان خلاص احنا هنا بقينا خلاص يعني فاضل حاجات بسيطة عن المغرب يعني. زي ما انتم شايفين اول حاجة كده خرط بصلة مكعبات صغيرة بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. بصلة كبيرة او بصلتين صغيرين زي ما تحبي يعني. آه يعني ايه قطعيها مكعبات صغيرة على قد ما تقدري.
هنعمل بقى النهاردة ان شاء الله كده صينية سمك في الفرن. الطريقة دي جميلة جدا، يعني بصوا زي سمك الاكلير كده، بس هي مش اكلير ولا حاجة، هو سمك القمرة اللي هو العادي اللي احنا عارفينه، بس تغيير بقى، مش حابينه مقلي وبرضه مش حابينه مشوي، فايه هنعمله بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي. طبعا الطبق اللي جنب الطبق اللي انا بعمل فيه البصل ده الدقة اللي احنا هنعملها، هي عبارة عن توم وفلفل وبهارات سمك كزبرة ناشفة وكمون وملح، وبتحط عليهم حبة خل صغيرين خالص، معلقة صغيرة. مش هنعصر ليمون دلوقتي عشان الخلطة دي او الدقة بتاعتنا دي هنحتاجها واحنا بنعمل الرز، واحنا هنحط منها على السمك، بس عادي احنا هنعصر ليمون على السمك. هنشتغل معلقتين عشان الرز، وبعدين الباقي هنعصر عليه عصرة ليمون عادي جدا. اكيد اتفهمتوا الموضوع يعني، وعرفتوا انا اقصد ايه كويس اوي. فبس كده انا جبت بصلتين كبار. هنكون غاسلين صينية صغيرة على مقاس بقى السمك اللي انت هتعمليه. انا هنا حطيت الرز على النار زي ما انتوا شايفين كده. كمان هنحط كمية زيت مناسبة جدا معانا بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي، عشان هنحط فيها البصل اللي احنا قطعناه، وكمان مقطعين نفس الكمية للسمك، يعني قد الكمية نفس الكمية اللي انا قطعتها معاكم نفسها للسمك. بس اختصارا لوقت الفيديو، وعشان كمان ما طولش عليكم وقت الفيديو، فبحاول اقصر على ما قد ما اقدر فيه يعني. زي ما انتوا شايفين كل حاجة هتبقى معاكم واحدة واحدة. اقطع البصلة معاكم، وبس للسمك هنحط بصلة واحدة، بصلة كبيرة يعني، بلاش تكتر، يعني هي بتبقى يدوب فرشة تحت السمك طبعا، بتتاكل ايوه، بس ايه يعني على قد الفطار، لان زي ما انتوا عارفين احنا صايمين. هنا طبعا نقلت البصل على العين الكبيرة عشان يحمر بسرعة، لان زي ما قلتلكوا الرز انا مولعة تحت. عذرا 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 للبوتاجاز، اكيد في اليوم ده انا هخلص وهشتاله يعني، بس قلت ايه لما اخلص بقى عشان اليوم سمك وكده، فاحنا هنشتال. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، انا نقلته لان البصل لو فضل على نار هادية زي ما انتوا شايفين بينزل مية، فهو على نار عالية دلوقتي ايه هيحمر على طول قبل ما الرز يغلي كمان. اول ما يبتدي يحمر هنحط عليه شوية من الكمون وشوية من الكزبرة برضو، وكمان حبة شوية من او معلقة كبيرة من الخلطة او الدقة اللي احنا عاملينها للسمك. قلبهم كويس مع بعض، نص كوباية مية، وايه بنقلبهم كويس ونقوم حاطينهم على الرز، ومعلقه صلصه اللي هي بتكون مسبكه في البيت، او لو مفيش بتجيبي صلصه الطماطم اللي هي الجاهزه دي، بس ما تكترش منها لان بتحمر قوي، يعني بتخليه احمر اوفر يعني ايه. لو هنحط معلقتين من الصلصه بتاع البيت اللي احنا بنعملها، هنحط معلقه من صلصه الطعام الصحيحه اللي احنا بنشتريها، ورشه صغيره خالص من القرفه زي ما انتم شايفين كده، وكمون. هنحط كزبرة زي ما انتم شايفين. انا هنا قفلت الفلاش بتاع التليفون عشان ايه يكون جاهز. قطع الزيت اللي انا قليت بيه البصل اللي هو ده، ده البصل الجوانح اللي انا عملته، وطماطم ما تكتروش يا جماعة، وكمان فلفل اخضر وبطاطساية واحدة خرطتها مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين، وبنحط عليهم نفس التوابل اللي احنا حطيناها على السمك، وبعدين ايه هنحطها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت بتعمليه انا حبيت اعمله بطريقتين قدامك. الطريقه الاولانيه اللي هو مفتوح زي سمك السنجاري كده، ودي طبعا ترجع على راحتك انت. والطريقه التانية ان هو يكون مقفول كده، وايه وتقطعي فيه شرايح كده وتتبليه من جوه ومن بره. والطريقه التالتة اللي احنا هنحوش دماغه او راس السمكه كده زي ما انتم شايفين. وطبعا لازم هنحط البرنجان عشان نشويه. زي ما انتم شايفين كده انا مولعه من تحت ومن فوق عشان على بس ايه ما الفرن يسخن كويس جدا، هبتدي اهدي النار. طبعا السمك مش بياخد سوا كتير، يعني هو زي ما انتم شايفين اصلا هيبتدي يغلي، احنا مش حاطين فيه اي سوائل ولا اي ميه ولا اي حاجه.
بس كده خلصنا السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، الروتين يكون عجبكم. انا كده خلاص وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني في فيديو جديد، وشكرا.